اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله والله تمام. حد معاك في الاستوديو؟ لا لسه شويه يعني طيب شويه. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. يعني اولا طبعا ان شاء الله موفقين باذن الله. يمكن عندكم بكره مباراه، وان كانت انا عارف اكيد الجو بالنسبه للجهاز الفني دلوقتي في احداث كتيره بتدور حوالين يعني مستر فييرا ومين الجهاز القادم ومش عارف ايه. هل ده حاجات دي يا كابتن بتؤثر يعني شويه على تركيزكم، ولا انتوا بالنسبه لك ما عندكش مشكله خالص في كل اللي بيتقال ده؟ لا طبعا الاحداث اللي بتمر بيها الفتره ديت الفرقه يعني معلنه من فتره كبيره يا عبد الرحمن. صح. يعني مستر فييرا اعلن عقده في التجديد من فتره كبيره. اه وبالتالي طبعا اللعيبه عندها علم بان الراجل مش هيستمر، واللعيبه الفتره اللي فاتت الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس وعلى ما يرام. ومباراه بكره مباراه الاسماعيلي فرقه كبيره وفرقه محترمه، وهي مباراه جماهيريه بلا جماهير ولكن مباراه كرويه يعني. نتمنى ان احنا نقدم بكره مباراه ان شاء الله تليق باسم الفرقتين الزمالك والاسماعيلي. مباراه ممتعه في الكوره، وانت عارف المباريات اللي زي الاسماعيلي والاهلي ومباراه انبي، المباريات الكبيره دي كلها بتبقى مباريات كوره ممتعه. نتمنى ان هي تطلع باذن الله ممتعه بعد التوقف اللي دام فتره كبيره دي. انما ان شاء الله نتمنى باذن الله، نتمنى ان الاحداث اللي حوالينا والظروف اللي احنا بنعيشها الفتره دي في مصر سواء داخل مصر او داخل نادي الزمالك ما تاثرش على تركيز لاعبتنا بكره ان شاء الله. يمكن مباراه بكره انتوا استبعدتوا عدد كبير من اللعيبه يعني. انا تقريبا ما اعرفش لو معلوماتي صح ولا لا، جعفر وفتح الله وعدد من اللعيبه الدوليين مش موجودين بكره معاكم، مش كده؟ هو جعفر، فتح الله، عيد، صبري، رحيل، دي مجموعه كلها مريحه. انت عارف وانت اشتغلت قبل كده مع المنتخب الرحله كانت شاقه شويه. الرحلات بتبقى مرهقه جدا، وانت عارف عوده الرحله من جنوب افريقيا بتستغرق وقت طويل جدا، وزائد ان انت ما بتبقاش نايم قبلها بليله، فبتبقى انت عندك حاله عدم اتزان. بترجع مش شايف او ترجع مصر بتبقى بالظبط كده. بتبقى محتاج على الاقل 48 ساعه عشان تظبط نومك وتظبط يعني. ادائك من خلال شغلك يعني. فبالتالي الراجل فضل ان هو يريح مجموعه من اللعيبه ومجموعه ثانيه تكون موجوده في المعسكر، لان حتى هو ده كان الفكر اللي انت عارف هتلعب مباراتين في 3 ايام يعني. تلعب يوم 20 وتلعب يوم 23، فكان في حاجه اسمها الروتيشن او التدوير في الكوره. فان انت تفضل ان انت تريح اللعيبه اللي هي عندها نوع من انواع الارهاق او نوع من انواع عدم الاستشفاء الكامله، عشان تقدر تاخد منهم في مرحله السوبر او مرحله الحسم اللي هي بعد كده بشكل كويس اكبر واحسن يعني. الشناوي ممكن يبقى موجود. الفكره كانت عندنا بغض النظر عن الظروف اللي جايه فيها. بالظبط. الشناوي دلوقتي ممكن يبقى في حارس مرمى الزمالك بكره. يعني الشناوي حارس مرمى متميز، وموضوعه كان خلص من قبل حتى ما ينضم لمنتخب مصر قبل مباراه الاتحاد، وكان في وعد من الراجل ان هو بعد مباراه الاتحاد يشارك في المران. ظروف المنتخب ومشاركته مع المنتخب وسفره مع المنتخب طبعا هي اللي اخرت وجوده مع الفرقه. امبارح هو قعد مع اللعيبه ودخل المران. حته ان هو يشارك طبعا دي برضه زي ما قلت لك ان دي رؤيه المدير الفني او رؤيه الجهاز، هنقعد لسه نتكلم فيها والامور باذن الله تاخد شكلها الطبيعي يعني ان شاء الله. كابتن اسامه، انا عارف حضرتك برضو يعني بيبقى واضح للناس كده، في ناس بتبان الكيمستري بتاعتها على الشاشه يعني. انت ومستر فييرا واضح انه في قريبين بشكل كبير. انت يعني صعبان عليك او متضايق انه مستر فييرا مش هيستمر في الزمالك، ويعني يمكن هو حتى هو شكله حزين؟ ده حاجه يعني وجهه نظرك انت فيها يا كابتن اسامه؟ ما اخبيش عليك يعني انا دايما بكرر ان مستر فييرا السنه دي عمل جهد وعمل شغل هو وماركو، ولابد ان هم يشوفوا نتيجه شغلهم وتعبهم. وانت مش معقول تبدا شغل يا عبد الرحمن وتعمل جهد كبير في حاجه انت بتحبها وحاجه انت حسيت ان انت حققت فيها نجاح، تسيب الجهد في الاخر او الشغل الجهد المبذول دوت تسيبه في الاخر وما تشوفش نتيجه الحصاد بتاعك يعني. صح. فانا حقيقه كنت اتمنى ان الراجل يستمر موجود عشان يشوف نتيجه تعبه وجهده، لان فعلا هو بذل جهد وبذل فكر كبير وعمل السنه دي حاجه كويسه. صحيح لما تيجي تكلمه يقول لك مش لوحدي، انا معايا جهاز ومعايا لعيبه ومعايا مجموعه كبيره اشتغلت عشان تحقق الجهد دوت. انا بالنسبه لي الجهد والنجاح والشغل نتيجته نتمنى ان هي تكون نتيجه بطوله يعني او بطوله تحققها. فبالتالي يعني حرصي الشديد كأي واحد عادي بيبذل مجهود لابد ان هو يشوف نتيجه مجهوده ده راح فين.
انت فاهمني ازاي؟ سواء طب هو هيستمر لنهايه الدوري في وجهه نظرك او توقعك؟ هو كان اعلن ان هو هيستمر لنهايه الدوري، ولكن انت عارف بيحصل في احداثنا هنا داخل مصر كل يوم جديد. ما احناش عارفين الامور هتمشي الفتره اللي جايه تحت اي شكل وتحت اي مسمى. نتمنى ان الامور تمشي بشكل طبيعي باذن الله الفتره اللي جايه، عشان الامور تفضل طبيعيه ان شاء الله معانا. باصوات كتيره داخل المجلس وما بين اللاعبين، وانا بكلم حضرتك عارف ان انا عندي علاقه بعدد مش صغير من اللاعبين، بتنادي ان الكابتن اسامه يبقى هو يعني بيخلف فييرا في القياده الفنيه لنادي الزمالك، وده حاجه وجهه نظر موجوده ومنتشره داخل النادي. يعني انت برضو راي حضرتك ايه؟ والله يعني ثقه كبيره جدا، سواء من اللي بيطرح الاسم او اللي ما بيطرحوش. انا الحمد لله يعني بشكرهم كلهم، سواء لعيبه او مجلس اداره او حتى الجماهير اللي في الشارع. في تقابل ناس تقول لك كمل انت اللي المفروض مش عارف ايه. انا يعني بشكرهم على ثقتهم الغاليه والكبيره دي فيا. لكن زي ما قلت لك بكرر وبعيد ان انا بحب ان الراجل يشوف نتيجه التعب. لا ما هو ماشي خلاص، ما هو ماشي كده كده. انا اقصد بعد حتى الموسم اللي جاي يعني هو السنه دي لو هو مشي قبل الدوري ما يخلص، فبعتقد انه السيناريو الطبيعي والواقعي انها تستمر. انا ما بتكلمش على السنه دي. انا بقول لك ثقه الناس دي غاليه جدا عليا، ويعني واتمنى ان انا اكون محل ثقتهم. الحمد لله لعبت دور في بدايه السنه ربنا كرمني فيه ووفقني فيه. لو قدر انه يتكرر ان يتعاد تاني، اتمنى التوفيق بقلوب الناس اللي هي عندها ثقه فيك ديت وثقافتهم وثقتهم فيك. اتمنى ان يا رب ان لو في خير وفي دور هلعبه، اتمنى ان انا اكون موفق. ولكن بشكرهم اولا واخيرا على ثقتهم الغاليه، سواء مجلس اداره ولاعيبه وجماهير. اخر حاجتين عشان ما اطولش عليك، معلش يا كابتن اسامه. السنه اللي جايه لو في جهاز جديد، وبرضه انا عارف انه كل مجلس متمسك انك تبقى موجود في الجهاز على الاقل، لو مش على راسه تبقى موجود فيه. هل انت برضه ترحب بحاجه زي كده انك تشتغل مع مدرب اخر كمدرب عام؟ والله حسب برضه زي ما قلت لك، هي وجهه نظر مجلس اداره. لو مجلس اداره مرحب، زائد وجود الراجل الاول اللي جاي مرحب بوجودي، طبعا اكيد هيبقى تكليف ليا ان انا استمر. لكن لو مجلس اداره ليه وجهه نظر ثانيه، او الراجل نمره واحد اللي هيجي يدير او اللي هيجي يقود المرحله اللي جايه عنده وجهه نظر، لابد ان احنا نحترم ونسيب الناس اللي جايه تشتغل بشكل كامل وبشكل مريح. يعني اخر حاجه بقى، يعني قلت لك اخر سؤالين، ده بقى اخر سؤال خلاص فعلا. محمد ابراهيم وشيكابالا، يعني يمكن في واحد بالناس بتحاول انها تعيده اللي هو شيكابالا، ومحمد ابراهيم عارف ان هو جاي له عرض محترم جدا من نادي سيون. الحتتين دول موقفكم ايه كجهاز فني حتى؟ احنا لحد دلوقتي ما تعرضش علينا حاجه رسمي. اوكي. عارف الاحداث اللي زي كده او المواقف اللي زي كده بيكون في عروض في حاجه بشكل رسمي، بتيجي لك انت حاجه رايك الفني فيها. احنا لكن لحد دلوقتي احنا ما تعرضش حاجه علينا بشكل رسمي علينا الفني في شيكابالا او في محمد ابراهيم. طبعا الاثنين لعيبه كبار ومميزين واضافه ويعني انت فاهمني ازاي؟ واضافه لاي فريق يكونوا موجودين فيه. لكن في الاول في الاخر الموضوع عند مجلس الاداره. هل مجلس الاداره بيرى ان الاستفاده الماديه، لان انت عارف احنا في مصر بتمر بظروف صعبه شويه، فهل الاستفاده الماديه من قبل مجلس الاداره هتكون مناسبه ولا مش مناسبه؟ انما اما بالناحيه الفنيه من خلال الشغل بتاع السنه دي، وان الفرقه بقى عناصر كلها بتشارك وكلها بتشارك بشكل ايجابي. اعتقد ان انت يعني ما تبقاش انت بتتكلم كلام وبتعمل عقد. يعني لو انت عايز تفتح باب الاحتراف وتتمنى ان انت تدعم اللعيبه المصريين ان هم يسافروا ويفتحوا افاق جديده في الدوريات الاوروبيه زي محمد صلاح والنني ومجموعه كبيره من اللي محققه وشغاله بشكل كويس، ما تقفش قدام حد في ان هو يحقق حلمه. يعني اعتقد ان حلم اي لعيب مصري سواء يلعب في اوروبا في اي نادي في مصر ان هو يحترف، خصوصا بعد ما بيشوف اللعيب المصري يقدر بشيء من التركيز وبشيء من الاهتمام يقدر يحقق نجاحات في اوروبا. يعني بشكرك على سعة صدرك.